السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الامر ان شئت سهلا، فاجعل امرنا كله سهلا. لو انت بتتشتت كتير ومش عارف امتى تكلوز الديل، وامتى تنقي الوقت المناسب اللي تقفل بيه الديلز مع العميل، ودايما اختياراته كتير، ودايما مش عارف امتى تساعد العميل ان هو يشتري دلوقتي مش بعدين، وازاي ما يفوتش الفرصة دي وتبقى بالظبط هي الفرصة الحقيقية انه يشتري منك المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها، يبقى انت حقيقي ما تعرفش تكنيك مهم جدا في الكلوزنج اسمه فومو. قبل ما ناخد التكنيك بتاع الكلوزنج او ازاي وامتى تعرف ايه هو الكريتيكال تايم اللي تعمل بيه بوش او كلوزنج للديل، تعالوا نعرف زي ما احنا متعودين يعني ايه كلوزنج، يعني ايه اقفل الديل، يعني ايه وامتى اعرف ان ده الوقت المناسب ان اقول للعميل اشتري دلوقتي ما تشتريش بعدين. الديفينيشن بتاع الكلوزنج هو جروب اوف بروسيس دي تتبع البلوك اوبجكشن اللي احنا كنا بنقوله المره اللي فاتت. يعني هو ممكن تكلوز وانت بتعمل البروبنج، فده من ضمن البروسيس نفسه، بس كديفينيشن من خلال البروسيس دي انت بتعمل هيلب ايه؟ بتساعد مين؟ بتساعد الكاستمر يميك ديسيشن. اذا يبقى انا لازم اعرف ان اصلا تعريف الكلوز ان انا مش بقول له اشتري دلوقتي، لا. لو هو عنده مشكله في اتخاذ القرار زي ما احنا اتفقنا، التكنيك المهم جدا اللي انا بهندل بيه البلوك اوبجكشن اللي هو ايه؟ لو قال لك هفكر وارجع لك، طب قول لي حضرتك بتفكر في ايه؟ اقدر اساعد حضرتك ازاي في التفكير؟ كل الكلام ده انت بتساعده. طيب تعالى بقى الكلوز، انت بتساعده في انه ياخد القرار. يعني لو قدامه اختيارات كتير، لو مش عارف يستخدم المنتج ازاي، لو مش عارف هل المنتج ده هيحل المشكله اللي عنده ولا لا، كل ده جوه ايه؟ جوه وانت بتعمل البروبنج بتاعك، وانت بتسال الاسئله الاوبن. فاهم تكنيك وانت بتستخدم الكلوزنج هو فومو، لان 80% او 80% من الناس بتضيع منهم البيعه بسبب ان هو مش عارف امتى يقفل عمليه البيع، او بيسيب العميل مشتت. يعني يسيب العميل لفكره، يسيب العميل لافكاره، يسيب العميل ينقي براحته، فيفضل مثلا العميل واقف يفكر انا هشتري دلوقتي ولا اشتري بعدين، خايف من حاجه. فما تسالهوش اسئله مفتوحه عشان تفهم هو عايز ايه، ولا محتاج يشتري ازاي، ولا هو اللي في ايده القرار ولا لا، ولا هو اصلا مش عارف ان ده هيحل المشكله اللي عنده. لا، اسئله كتير جدا بتيجي في دماغ العميل وانت مش عارف ان هو ده الكريتيكال تايم. فومو اختصار فيرنج اوف ميسنج اوت. التكنيك ده بيستخدموه الماركتير وهم بيعملوا بروموشن بتاعهم على الادز وبعد السوشيال ميديا. لا، يقول لك النهارده اخر يوم في الخصم، النهارده اخر 3 قطع في العرض، النهارده مش عارف ليميتد اديشن، النهارده يعني بيقول لك ايه الفرصه البديله، يعني اخر حاجه، يعني بيخوفك من انك تفقد الفرصه. ناس كتير تستخدم التكنيك ده غلط. انت كسيلز ممكن تستخدم التكنيك ده في الكلوز بس تستخدمه صح. فانا عايز افهمه لك بالراحه، وانك تفهم لما يقول لك هفكر وارجع لك امتى بقى، هل ده كريتيكال تايم كلوز الديل ولا لا، ولا استخدم تكنيك ولا اسيبه يفكر ويرجع لي. استخدم تكنيك اسمه فومو فيرنج مثلا، مش تبوش تقول له لا لازم تشتري دلوقتي لاخر فرصه، لا. انك تقول له الوقت الضايع، او تقول له لو هو فضل كتير يفكر، او توضح له تكلفه الوقت اللي هو هيفكر فيه هيعود عليه بايه. فاكرين لما احنا قلنا احنا واحنا بنسال الاسئله وعرفنا ان في مشكله مع العميل بنعمل ايه؟ بنشرح مدى الامباكت اللي هيعود على الشخص او العميل اللي قدامك لو ما حلش المشكله اللي عنده دي. فومو استخدمها صح، مش انك تضغط على العميل وتقول له اشتري دلوقتي اشتري دلوقتي اشتري دلوقتي الفرصه دي هتفوتك، لا. انت توضح له التاثير اللي هيعود عليه. يعني مثلا انتوا عاملين عرض عندكم في الشركه، والعرض ده 30% خصم، فبدل ما تقول له العرض اخره النهارده 30% خصم، قول له خد بال حضرتك ان
تكلفه المنتج اللي حضرتك كنت مهتم بيه ان هو يحل عند حضرتك 1 2 3، ودي المشكله اللي حضرتك كنا اتكلمنا عليها، هيبقى سعره 1 2 3 اخر الشهر. انا ما جبتش النهارده اخر يوم للعرض، انا جبت سيره ان تكلفه انت لو ما نفذتش دلوقتي ايه اللي هيعود عليك. طيب ناخد مثال تاني، لما نيجي نتكلم مثلا ستوك اخر 4 قطع، فما باجيش اقول له خد بالك ان انا عندي النهارده اخر 4 قطع، ولو ما خدتش القطعه اللي احنا كنا متفقين عليها النهارده خلاص الموضوع هيفوتك، فانت كده بتضغط عليه فهو بيحس بالضغط. لا، انا باجي استخدم، خد بال حضرتك ان المنتج ده قليل جدا في السوق، وان حضرتك اخترت منتج هو ثابت وجوده جدا، وعشان كده كان عليه طلب كتير جدا واتسحب من السوق الفتره اللي فاتت، وعقبال ما ينزل لنا منتج زيه او نفس الاديشن اصداره هيقعد شهر. فلو حضرتك مش مستعجل عليه وممكن تستنى معانا شهرين 3، فده مش هيكون عندك اي مشاكل. بس لو مستعجل عليه كده هيبقى عند حضرتك مشكله، ان المشكله بتاعت حضرتك مش هتتحل لفتره طويله جدا. انت كده عملت ايه؟ انت من غير ما تضغط على العميل وتبوش العمليه وتكلوز النهارده نفذ، لا اجري وراه، لا العمليه دي ضاعت، لا العمليه ما ضاعتش، لا يا فندم اشتري النهارده، لا حضرتك بقالك كتير ما بتردش عليا، لا ما استخدمتش كل ده، ما بتستخدمش طريقه الفومو صحيحه. ده يرجع لطريقه الفولو اب. انا لما استخدم الفولو اب، ما هو الكلوز بستخدم كريتيكال تايم مع الفولو اب. الفولو اب هو ايه؟ هو انك متابعه العميل من ساعه ده فولو اب، ده قصه بس احنا هنشرحه في فيديو لوحده. بس خليني اقول لك قد ايه الاثنين مرتبطين ببعض. انا السيكونس جالي فاهتم، فعملت له برزنتيشن فاعترض، فهندلت البرزنتيشن، فعملت بلوك اوبجكشن، فظبطت الدنيا، فسالته اسئله، عرفت ايه مشكلته، بنكلوز الديل، فاخترت الوقت المناسب اللي انا اكلمه بيه. ده بالتبعيه اول مرحله في الفولو اب، انك تستخدم تكنيك فومو علشان تعرف تكلوز الديل بشكل محترف وتبقى بياع استشاري. يبقى انت كده بتساعد العميل في سد احتياجه، مش جاي تضغط عليه وتقول له انت هتشتري عافيه، لان هي بياع استشاري، ما تبقاش بوسطجي. وده اللي بياخدنا لحته تانية مهمه جدا، ودي اسئله بتجيلي عليها كتير جدا: امتى وازاي اتابع العميل بتاعي؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.